اللهم يا مغير الأحوال، غير حالي إلى أحسن حال، وسخر لي من حظوظ الدنيا ما تعلم أنه خير لي، واصرف عني كل ما هو شر لي، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا احلى متابعين واخوات في الدنيا؟ جايلكم بروتين جديد وفيديو جديد. يا رب فيديو النهارده يعجبكم. لو عجبكم الفيديو يا ريت بقى ما تنسونوش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا زي ما شفتوا معايا في اول الفيديو انا طلعت المراتب بتاعت اوضه الاطفال. النهارده يوم اوضه الاطفال هنضفها وهعمل معاكم برضو الغدا. يا رب الفيديو النهارده يعجبكم. زي ما شفتوا كده انا طلعت كل حاجه كده على السطح عشان تبقى منها للشمس على طول. وطبعا انا ما بغيبتهاش على السطح ياما ولا حاجه، يعني تقريبا ساعه على الناحيه دي وساعه على الناحيه دي وخلاص نزلتها على طول. لان زي ما انتوا عارفين المراتب دي ما بتغيبش في الشمس ياما، بس انا ما بعملهاش ما بعملش الحركه دي غير كل سنه. من كل سنه لسنه انا ما بعملش كده، ما مثلا ما بطلعهاش كل شهر او كل شهرين او كل 3 شهور. انا بطلع، لا بعمل العمله دي كل سنة. انما بكنس تحت السرير وبنضف، مثلا بقوم جراها وحسايبها في الصالة على ما اخلص تحت السرير وانشفها، وبعد كده بقوم حطها تاني. انما دي من السنة للسنة عشان خاطر المرتبة معاكي ما تبص. بس هنا خلاص طلعت كل حاجة، وطبعا بناتي كانوا بيساعدوني. لازم تخلي عيالك كده يساعدوكي معاكي. انا خليتهم كده حولوا للوح بتاعه السراير، وطلعوا لي برضو الكراتين وكل الحاجات ده على السطح والمخدات وكله على السطح. وانا كملت بقى، سبت الاوضه زي ما انتوا شفتوا كده، كنستها ومسحتها ونضفتها، وبعد كده سبتها تتهوى خالص وتنشف، عشان طبعا كنت كانسه، كنت دعكها جامد يعني بالشرشوق بالمجشه وكبه فيها ميه. وبعد كده سبتها تنشف خالص على ما اعمل الغدا ونتغدى، وبعد كده انزل الحاجه من على السطح. بس هنا خلاص هعمل بقى الغدا، كان ميعاد الغدا يعني جه، فهعمل الغدا كده بسرعة وبعد كده هكمل براحتي خالص. طبعا ما عادش حاجة اللي يا دوبك هنزل يا دوبك الحاجة من فوق، طبعا المفارش والكفر بتاع المرتبة حطيته في الغسالة كده عشان يتغسل. انا هعمل النهاردة ان شاء الله سمك مقلي، وهعمل شوية رز كده صيادية. هشارك معاكم يعني يومي. يا رب فيديوهاتي كده تكون بتعجبكم وتكون خفيفة عليكم. يا ريت بقى ما تنسونيش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم. طبعا هتحمر البصل اول حاجه. انا حطيت، ما بحبش احط كميه كبيره قوي في الرز بصياديه. هي بصلايه كبيره كده خرطتها صغير زي ما انتوا شايفين، وهفضل احمر فيها لحد ما تحمر خالص ويبقى لونها داخل على البني، بس ما تغمقهاش جامد عشان خاطر ما تمررش معاك. طبعا انا بشتغل في كام حاجه وبوريكم برضو انا بعمل ازاي. طبعا البصله اللي ملقتها هتاخد مني لون جامد، فانا سبت اللي في ايدي ووقفت عندها هي. فانت لازم تشغلي ايدك في كده في كل حته، يعني ما تجفيش في ريح البصل على ما تحمر او كده. انت في ايدك في حاجه تانية، بس في نفس الوقت يعني تخلي بالك من الحاجه اللي انت شغاله فيها. انا لما لقيت البصله هتاخد مني لون وانا امشي من فرحه وكده، ففضلت واقفه في فرحه لحد ما خدت اللون خالص. وبعد كده نزلت عليها بالميه، ونزلت بقى بالملح وشويه الكمون او الفلفل زي ما تحبي، وهغطي عليها واسيبها على ما تغلي. هكون تبلت السمك بتاعي، وعلقت برضو على شويه رز ابيض عشان اللي مش هياكل رز بصياديه ياكل رز ابيض. عملت يعني نوعين من الرز. بس هنا خلاص طبعا عملت ده. الميه بتغلي للسمك بصياديه والرز بيتلدن التاني. وطبعا السمك انا غسلاه ومنضفاه وسايباه كده يصفى على المصفى كده زي ما انتوا شايفين. هتبله بقى، طبعا حطيت على الخلطه اللي انتوا عارفينها دي، حطيت عليها شويه ليمونه، يعني نص ليمونه، وحطيت عليها شويه خل. انا بوريكم هنا لو انت عايزه تفتحي السمكه من بره كده براحتك، بس ده سمك صغير ما حبيتش افتحه فتبلته كده على طول. لو هو كبير معاكي بقى فتحيه كده من بره بالسكينه عشان خاطر يشرب معاكي التتبيله ويستوي معاكم، مبقاش فيه اي حاجه من جوه. همسك بقى السمك ده كله اتبله واركنه برضو، لان كنا لسه بدري. طبعا اليوم ده انا كنت جايمه بدري، كنت جايمه الساعه 6. وعشان خاطر اطلع المراتب وكده، بس ما طلعتش المراتب الساعه 6، طلعتها تقريبا الساعه 9. بس خلصت اللي ورايا في المطبخ. بصراحة كنت سايبة المطبخ يعني مش نظيف من بالليل، فقمت بدري نظفته. ما كانش عندي وقت طبعا، انتوا عارفين انا بنام بالتنظيفات
رمضان كل سنه وانتم طيبين، فما كانش عندي وقت، فكنت على ما بخلص الشقه وكده كنت بتبهدل طبعا، كنت غاسله السجاد وكنت يعني كنت متبهدله في السجاد، فما حبيتش اعمل اي حاجه تانية. فقلت الصبح نعيشنا اقوم بدري واخلص اللي وراي. قمت الساعة 6 طبعا، نضفت المطبخ وغسلت المواعين وبرضه دعكت الجازستين اللي عندنا ومليتهم وخلصت كل اللي ورايا كده. وبعد كده دخلت على الأوضة، يعني طلعت المفارش وكل الحاجات اللي انتوا شفتوها دي. هنا خلاص طبعا بعد ما المية غلت كنت تبلت خلاص السمك، رحت بقى حطيت الرز وسيبته برضه لحد ما يشرب، وبعد كده هوطي عليه. في 5 دقايق ان شاء الله تكوني عملت غداك وطلعت على طول من مطبخك. لا وقفت ياما ولا ضيعت وقتك ولا حاجه من دي. ايدك على طول في مثلا لو توسخ منك معون على طول اشطفيه. حط كده علبه كده فيها شويه ميه وشويه الصابون، الصحن اللي يتوسخ على طول ادعكيه وقوم شطفاه ومكفيه على طول. انا عن نفسي بعمل كده عشان خاطر ما احسش بزحمه المطبخ او كده ونفسي تتسد عن المطبخ. حال بقى لو انا مستعجله او كده ما عنديش وقت ان انا اغسل، فبعمل وبكركب ورايا، وبعد ما اخلص بقى بقوم مرتبه كل حاجه تاني ورايا. هجيب بقى طبعا هعمل سلطه، كان لسه بدري على جلي السمك، فانا هعمل سلطه وهجهز البطاطس وهجهز كل حاجه، وهسيب بقى السمك ده هقليه الاخر خالص عشان طبعا يطلع سخن ويتاكل على طول وهو سخن كده. هعمل باقي السلطة، هقطع كده طماطم وهقطع خيار وهقطع جزر برضو. طبعا عملت كمية خضرة كبيرة، خرطتها كده ونعمتها. بحب انعم الخضرة يعني في السلطة. نعمتها كده وهركن منها جزء عشان خاطر ارش منه على البطاطس والجزء التاني هحطه على السلطة. كنت عايزة اعمل فلفل بس بصراحة ما لقيتش عندي فلفل. فقلت مش مشكلة، الفلفل كان تحت يعني، فقلت مش مشكلة. طبعا زي ما انتوا عارفين انا مش قاعده لوحدي ولا حاجه، انا قاعده في عند حماتي يعني تحت. انا الفيديو اللي بصوره مثلا يعني لو هعمل الغدا ولا كده، فبجيب الحاجه اللي انا هعمل بيها الغدا وبطلع اعملها قدامكم عشان بس التصوير وكده. انما لو انا في يوم العادي بصور بعمل غدايا وبعمل كل حاجه تحت، بس بحب يعني اشارك معاكم يومي. وطبعا الاضاءه تحت ما بتبقاش حلوه خالص، فانا بحب اشارك معاكم يومي هنا. بس هنا بقى هقطع الجزر واقطع الخضرة. وهحط كل حاجة، مش هحط لها خلطة او اي حاجة من دي، هحطها في التلاجة لحد ما الميعاد بتاعها يجي. وهنا خلاص بقى طبعا الرز كان اتشرب خلاص، وهوطي عليه بقى واسيبه يتلدن خالص. انا حسيت برضو ان هو لسه طري هذا صغيرة، فقمت رش عليه كده شوية مية ومغطيه عليه وسايباه يكمل تسويه. بس هنا بقى خلاص كان استوى خلاص. وطبعا الرز الابيض برضو كان استوى خلاص، هطفي عليه النار. وطبعا كنت مجهزه السمك، ال- البطاطس، والخضره جاهزه والسلطه وكل حاجه كانت جاهزه معايا. جهزت كل حاجه في ريحي كده من بدري. هجلي بقى البطاطس في ريحي برضو. طبعا لو انا خلصت في المطبخ او كده ما بفضلش واقفه برضو، بروح مثلا اطلع دور من الغساله، بروح مثلا افرش فرشه، امسح مكان. ما بفضلش يعني واقفه في ريح الاكل. هنا طبعا الدقيق ده كان قديم عندي وكنت حاطاه في كيس كده وشايلاه. طبعا عليه نشا وعليه كمون وعليه كل حاجته متبهر وجاهز، ما حطيتش دقيق تاني جديد او كده. انا الشويه اللي بيفضلوا مني بقوم معبيهم في كيس وربطهم حلو وشايلاهم لما اجي اشتغل منهم تاني. ما بيبص معاك او بيحصل له اي حاجه، لان حرام انك تكبيه، لان طبعا بيبقى عليه نشا وبيبقى عليه كل حاجه ومتبهر وكل حاجه بتبقى عليه، فحرام انك تكبيه. عبيه كده في كيس او حطيه في علبه كده محكمه واقفلي عليه حلو وشيلي مثلا لما تيجي تجلي تاني او كده تطلعي تجلي منه. هطلع بقى البطاطس دي، طبعا دي تاني دور للبطاطس، وهنزل على طول بالسمك وراه على طول. عايزه بقى بعد ما تعملي بعد ما تتبلي الدقيق يعني بالدقيق كده، السمك بالدقيق كده زي ما انتوا شفتوا. عايزه تحطيه في ميه وتطلعيه على طول تحطيه في الزيت براحتك. بس انا كنت بقى في الوقت ده مستعجله، لان بصراحه رحت اشتغلت في حاجه تانية
واتأخرت فيها شوية، فكنت مستعجلة يعني وكنت بعمل الأكل بسرعة. زي ما انتوا عارفين انا كنت بنضف جوه، فانا يعني في حاجة طولت معايا جوه، فانا كسلت يعني ان قلت لازم اخلصها خالص وبعد كده هروح اكمل الغدا. فانا كنت مستعجلة، فكنت ما لحقتش يعني ان لسه احطه في مية واطلعه احطه في الطاسة، يا دوبك بتبليه كده يا دوب. اجل بقى السمك اللي معايا كله زي ما انتوا شايفين، هطلعه بقى وهسيبه يصفى خالص براحته، وبعد كده هحطه في الطبق بتاعه. هقلب برضو الطاسة التانية. طبعا الطاسة صغيرة، فانت لو عندك طاسة كبيرة حط في طاسة كبيرة عشان تاخدش معاك وقت. بس هنا خلاص طبعا كنت خلصت بقى، هقدم بقى الغدا، وطبعا هاخده وهنزل بيه نتغدوا تحت زي ما انتوا عارفين معايا اللي متابعني عاري. حابة أشكر الناس اللي دخلوا جديد في قناتي، شرفتوني وزودتوا قناتي المتواضعة. يا رب الفيديوهات بتاعتي تكون بتعجبكم. وطبعا شكرا للناس برضو اللي معايا على طول في القناة، وجودكم على راسي وأهلا بكم مرة تانية. انتم منورنا على طول، ويا رب أكون كده عند حسن ظنكم. بس هنا خلاص، طبعا هقدم بقى الغدا وهاخده وننزل نتغدوا تحت. وفيديو النهاردة خلص. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم، ويا رب تكونوا طرحتوا من الفيديو مستفادين، لو حاجة بسيطة كده. بس كده خلص فيديو النهاردة، ما تنسونيش بقى باللايك. يا رب الفيديو كده يكون خفيف عليكم، واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.